جيمس مصر بدل ما يطلع يعتذر للناس طالع عامل فيديو جديد وبيتكلم. بيقول انا كنت جاي اقدم لكم رسالة ان كل الترندات اللي بتحصل على السوشيال ميديا دي كلها فيك، ودي كانت رسالتي والحمد لله ان كنت اتعلمت منها. تعالوا شوفوا كده. طبعا كلنا عارفين الترند اللي حصل قبل كده، اللي هو بتاع جيبسي مصر والمسلمين والمسلسل والليله الكبيره اللي كانت موجوده والطلاق بقى على السوشيال ميديا والكلام ده كله. طيب انتوا تنكروا ان من بعد المسلسل ده انا قلت لكم ان المسلسلات اللي موجوده على السوشيال ميديا كلها عباره عن تمثيل، وكل اي ترند بيطلع على السوشيال ميديا بيطلع هو يعتبر مجرد تمثيل وما فايده منه غير الشهره. طيب تنكروا ان في كام شخصيه عملوا نفس الموضوع اللي انا عملته في الترند اللي فات وانتوا قفشتوهم وقطعتوا عليهم وقلتوا خلاص احنا اتعلمنا من جيبس مصر وعارفين ان ده مسلسل؟ تنكروا ان اي حد بيجي يعمل ترند تقول على طول ده المسلسل الحلقه الاولى، هو ده الحلقه الكام؟ تنكروا الكلام ده؟ الحمد لله ان انا عرفت اوصل رساله بناء على الترند اللي فات. طب ما احنا عارفين يا استاذ جيبس، ولا اسمنت انت، ان اغلبيات الترندات اللي بتعملوها كلها فيك، كلها تمثيل. بس في ناس بتحترم عقول المشاهدين. مش معنى انك انت عشان تطلع ترند وتتكلم فيه يبقى كل اللي موجودين على السوشيال ميديا وكل اللي بيطلع يحكي حكايته او مشكلته تبقى فيك، والا ما كانش ليها فايدة السوشيال ميديا انها تنقذ حياة انسان. تمام كده؟ دي بداية. ثم كمان طلع بتقول ان المنصات الاخبارية والمواقع بتقول كلام فيك وبتقول كلام ما بيحصلش. تعالوا شوف كده. هو هيجي منصه اخباريه الناس كلها بتخش تاخد منهم الحقائق والدلائل، لما تطلع منصه اخباريه زي اللي انا عرض لكم الصوره بتاعتها دلوقتي دي جايبه ملايين المشاهدات على الترند اللي انا فيه، ملايين المشاهدات وانا مش كسبان منها حاجه، هم اللي كسبانين وبيجي لهم فلوس على ده. يقول لك جاب لها شقه ب 7 مليون جنيه، يقول لك جاب لها فستان ب 3 مليون جنيه. طب الشقه شقه الست وهي مأجراها بتاعتها، فين الدليل اللي معاكم اللي يخليكم تطلعوا للناس كده وانتوا قناه اخباريه وكلامكم مصدق تقولوا للناس ب 7 مليون جنيه؟ طب انا كمشاهد ماليش في كل العك اللي بيحصل ده، بس بخش عندكم عشان اخد الاخبار واعرف الدنيا ماشيه على ايه. انا استفدت ايه من الموضوع ده غير ان انت كده حطيتي جوايا طاقه سلبيه؟ عرفت الناس ان واحد ملوش لازمه جايب لمراته شقه ب 7 مليون جنيه من الهوا. اولا انت اديتي له طاقه سلبيه، ثانيا انت وصلتي له بطريقه غير مباشره عشان توصل لل 7 مليون اعمل اللي هو بيعمله، صح ولا انا غلطان؟ طب الفستان ابو 3 مليون جنيه، الفستان كله على بعضه ب 5000 جنيه واخدين ايجار، رجعناه تاني للست اللي واخدين منها، جبتوا منين 3 مليون جنيه؟ خاتم الالماس ب 5 مليون جنيه وهو اصلا ب 250 جنيه، ليه بتوصلوا؟ مين قال لك يا استاذ جيبس ان حد بيصدق المواقع الاخبارية دي؟ انت طالع تتكلم عشان تبرر لنفسك المهزلة اللي انت عملتها انت ومراتك والمدام اللي كانت معاكم بالكلام الفاضي ده؟ تفتكر ان احنا عقولنا صغيرة للدرجة دي؟ وما ينفعش انك انت تطلع تعمل فيديو او حلقات تطلع بيها ترند وتنصح بيها الناس من غير الفاظ ولا شتايم، ولا مراتك تطلع تصوت وتعيط في اللايفات تقولي ده تمثيل. قول ان اختلفتوا مع بعض والترند خلص على كده، او ان كنتوا معرفتوش تكملوا فعشان كده طلعت تبرر لنفسك لانك كشفته. لكن انك انت تطلع تقول انك انت بتدي نصيحة وبتدي بتوعي الناس، ده كلام هكس وكلام فاضي وما يطلعش من واحد زيك.